هل أنت سعيد في حياتك إذا عرفت السعادة بالمفهوم الاعتيادي المعروف لكل الناس، إلا إذا كان للهويريني نظرة أخرى للسعادة؟ أن الحياة بطبيعتها حياة تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك. أين السعادة فيها؟ إذن وهل البشر اللي عايشين منذ آلاف السنين إنهم يمثلون السعادة على مسرح النسيان، إما بالمال أو بالعلم أو بالدين أو بالموروث. فهنالك من هو سعيد بماله ولكن له أحزان لو تفرغ لها لحزن، وكذلك هنالك من هو سعيد في عقله. أنا عندي عقلي اللي أنا أسعد فيه لأني أصل للناس والناس يصلوني وأجد المحبة. إذن أنا هذه قوام السعادة عندي ولا يهمني المال. ولكن هنالك من هو أيضا سعيد بالمال. فالمال والصحة والعقل والمرجعية هي أساس السعادة التي ننعم بها. فمن تخلى عن تلك الأربع فقد الكد، الصحة، التمييز، المرجعية. لإيلاف قريش السعادة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الكد. فليعبدوا رب هذا البيت، المرجعية، الذي أطعمهم من جوع، هنا الصحة، وآمنهم من خوف، هنا العقل، فلا يميز خائف. لذلك أنا أرى الحياة بين البكائين أحيا، والحياة قصيرة، فهل آن لي أن أستبين لذلك؟ وكأنك أبو عبد الله علي الهويريني تقول يعني وكأنك تشرح مفهوم أيضا الرزق وتوزيع الأرزاق بين الناس، ما بين صحة وراض بها، ما بين سعادة وراض بها، ما بين خوف من الله وراض به، ما بين نصيب من العقل وراض به. هذا ألا يتقارب مع مفهوم الأرزاق وتوزيع الأرزاق اللي هو مآل السعادة؟ يعني لما كل واحد يرضى برزقه فهو سعيد. من الذي يوزع الأرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجد الأرزاق وجعلها لمن يسعى وليس لمن يدعو. الرزق بالسعي، والصحة بالسعي، والموت حتم لا تؤجله عافية ولا يعجله سقم. إذا آمنا بهذه ارتحنا من حياة الخوف وقتلنا ذلك الفوبيا اللي فينا أصله مرجعيته الموت والقبر. مما تخاف؟ أخاف من الله من يوم الحساب، وأعمل لذلك من زراعة الشجرة إلى إماطة الأذى إلى الابتسامة إلى الوجه الطلق إلى عمليات حياة النوافل. هذه اسمها البناء. أما الدين الذي الله أقره التوحيد، لماذا قال الله قولوا لا إله إلا الله؟ ليحرر عقولنا من عبادة الأصنام والأنام. هي أجنحة الحرية للإنسان العاقل حينما لا أخاف أحدا إلا الله. هذا ما معنى التوحيد. ثم نأتي للصلاة. لا يمكن أن ينجح إنسان غير ملتزم، وهذا أي علماء في علم الاجتماع يقول لك أبواب النجاح 1000، لن تدخل من أيها باب حتى تدخل من باب الالتزام. أليس الله أحكم بأن فرض علينا أن نقوم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذه الأوقات لنتعلم الالتزام؟ ما معنى أن نلتزم؟ أي ننجح. صحيح. ولن نتعلم الالتزام إلا من الصلاة، وهذه نعمة من الله أننا جعلنا نكسر أوقاتنا لنلتزم، ومن لا يلتزم لن ينجح. تخاف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أمر طبيعي، والكثير من البشر يعني يخاف الله سبحانه وتعالى. لكن ألا تخاف من نفسك؟ أخاف من نفسي أن يصيبها غرور الجسد أو ما يسمى الشكل. كيف تتعامل مع هذا الوضع عندما تخاف من نفسك؟ حينما أخاف من نفسي أولا أعزل النفس عن العقل، وأعرف أن النفس حاجة ثانية غير العقل. العقل محراب مقدس يعجز الشيطان أن يدخل هذا المحراب، ولكن الشيطان له وصيفة. فالله عدل حتى مع الشيطان. لن يستطيع الشيطان أن يغزو عقلك، ولكن الله جعل معه وصيفة اسمها النفس. هذه وصيفة إبليس. لو غرتك هذه النفس وشعرت بيوم لموقف ما، لإنجاز ما حققته في حياتك،
شعرت بزهو، نوع من الغرور دخل إلى نفسك، ماذا تعمل في هذه النفس؟ يجب علي أن أزهو بما أفعل، ولكن يجب أن لا يحط من قدر الآخرين. لن تستطيع تكون مغرور بصحراء لوحدك، أنت تكون مغرور لأنك يميزك عن الناس. ما معنى الغرور؟ هو أن تؤخذ بما تقول ويأخذك الكبر فتقف عند هذا. طيب ماذا فعل العرب حينما تقوقعوا حول غرور لغتهم؟ انتهت إلى النسيان. لغة العرب انتهت إلى نسيان، وجاءت لغة القرآن، تلك اللغة التي أفصحت عن لغة العرب وبينتها وجعلتها سلسة تقرأ وبسيطة وقوامها ألف وليس ألف. لذلك الله يقول ألف لام ميم، هذا لسان أهل مكة اللي كبده مر من العرب يطفح. صحيح. بالنسبة إليك أبو عبد الله، يعني هل أنت سعيد في حياتك إذا عرفت السعادة بالمفهوم الاعتيادي المعروف لكل الناس، إلا إذا كان للهويريني نظرة أخرى للسعادة؟ أن الحياة بطبيعتها حياة تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك. أين السعادة فيها؟ إذن وهل البشر اللي عايشين منذ آلاف السنين إنهم يمثلون السعادة على مسرح النسيان، إما بالمال أو بالعلم أو بالدين أو بالموروث. فهنالك من هو سعيد بماله ولكن له أحزان لو تفرغ لها لحزن، وكذلك هنالك من هو سعيد في عقله. كان عندي عقلي اللي أنا أسعد فيه لأني أصل للناس والناس يصلوني وأجد المحبة. إذن أنا هذه قوام السعادة عندي، ولا يهمني المال. ولكن هنالك من هو أيضا سعيد بالمال. فالمال والصحة والعقل والمرجعية هي أساس السعادة التي ننعم بها. فمن تخلى عن تلك الأربع فقد الكد، الصحة، التمييز، المرجعية. لإيلاف قريش السعادة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الكد. فليعبدوا رب هذا البيت، المرجعية، الذي أطعمهم من جوع، هنا الصحة، وآمنهم من خوف، هنا العقل، فلا يميز خائف. لذلك أنا أرى الحياة بين البكائين أحيا، والحياة قصيرة، فهل آن لي أن أستبين لذلك؟ وكأنك أبو عبد الله علي الهويريني تقول يعني وكأنك تشرح مفهوم أيضا الرزق وتوزيع الأرزاق بين الناس، ما بين صحة وراض بها، ما بين سعادة وراض بها، ما بين خوف من الله وراض به، ما بين نصيب من العقل وراض به. هذا ألا يتقارب مع مفهوم الأرزاق وتوزيع الأرزاق اللي هو مآل السعادة؟ يعني لما كل واحد يرضى برزقه فهو سعيد. من الذي يوزع الأرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجد الأرزاق وجعلها لمن يسعى وليس لمن يدعو. الرزق بالسعي، والصحة بالسعي، والموت حتم لا تؤجله عافية ولا يعجله سقم. إذا آمنا بهذه ارتحنا من حياة الخوف وقتلنا ذلك الفوبيا اللي فينا أصله مرجعيته الموت والقبر. مما تخاف؟ أخاف من الله، من يوم الحساب. وأعمل لذلك من زراعة الشجرة إلى إماطة الأذى، إلى الابتسامة، إلى الوجه الطلق، إلى عمليات حياة النوافل. هذه اسمها البناء. أما الدين الذي الله أقره، التوحيد، لماذا قال الله قولوا لا إله إلا الله؟ ليحرر عقولنا من عبادة الأصنام والأنام. هي أجنحة الحرية للإنسان العاقل حينما لا أخاف أحدا إلا الله. هذا ما معنى التوحيد. ثم نأتي للصلاة. لا يمكن أن ينجح إنسان غير ملتزم، وهذا أي علماء في علم الاجتماع يقول لك أبواب النجاح 1000، لن تدخل من أي